انت مبسوط في حياتك ولا بتضحك دايما عشان محدش يكتشف حقيقتك؟ انت تمام ولا خايف لو اعترفت بوجعك تبان ضعيف؟ انت عايش ولا بتلف حوالين نفسك ومش عارف انت فين؟ السؤال الحقيقي بقى هو انت كويس ولا ده وهم كبير اتعلمت تعيش فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فضفضة. زمان كنت فاكر إن اللي بيقول أنا كويس بيبقى كويس فعلا، ما بيكدبش. بس لما كبرت اكتشفت إن الجملة دي زي يونيفورم كلنا بنلبسه لما حد يسألنا أنت عامل إيه، وساعات بنقولها لنفسنا ونكدب الكدبة ونصدقها. بس تعال أسألك سؤال، إمتى آخر مرة قلت أنا كويس وكنت كويس فعلا؟ مش خايف، مش قلقان، مش تايه؟ عارف انت مين ورايح فين؟ حاسس بنفسك ولا زيك زي كتير مننا تايه وسط مشاوير الحياة وبتضحك وانت جوه دماغك زحمة مش مفهومة؟ في حاجة اسمها متلازمة التكيف الوهمي، سيدو ادابتيشن سيندروم. العلماء بدأوا يلاحظوها في الناس اللي بيتصرفوا طبيعي جدا بس جواهم تعب نفسي مش طبيعي، وكأن العقل بدأ يتأقلم مع الوجع ويغلفه بابتسامة أو إنتاجية أو إنجازات. بس مفيش حاجة اتحلت، هو بس دفن الوجع تحت ألف طبقة من الإنكار، ودي كارثة. عارف مين عدوك اللي محتاج تفهمه كويس قوي عشان ما يضيعكش؟ عدوك الأول مش الشيطان، عدوك الأول والأقوى هي نفسك. عشان كده أكتر حاجة بنخاف نواجهها هي نفسنا، مش عشان وحشة بس عشان ما عرفناش نحبها واعترفنا كتير قوي إننا بنكرهها، وكل ما نقرب منها بنفتكر وجع أو خذلان أو خيبة أمل. اللي بنسميها أنا كويس هي محاولة هروب. نفسك تبان قوي عشان محدش يقول إنك ضعيف، نفسك تبان ناجح عشان محدش يسألك انت لسه واقف مكانك ليه. بس في فرق كبير قوي بين انك كويس وانك واقف على رجلك بالعافية، وفي فرق تاني بين انك بخير وانك اتعودت على القلق. في واحد اسمه أنتوني بوردين، كان من اشهر مقدمي البرامج في العالم، بيسافر، بياكل من كل المطابخ، بيضحك، بيحكي قصص ملهمة، كان شكله سعيد جدا. بس فجأة في 2018 انتحر. اللي هو وات؟ ده انتحر؟ امال انا اعمل ايه؟ ده انا نفسي اعيش تمن اللي كان عايش فيه، تمن حياته بس. وساعتها الناس اتصدمت، قالوا ده كان عايش حلم اي حد، بس محدش شاف الزنزانة اللي كان عايش فيها جوا نفسه. قال في مذكراته جملة مرعبة قوي، قال كنت دايما مع ناس وكنت دايما لوحدي. انا اتخضيت وانا بقرأ الجملة دي، مش عشان هو شخصيا ولكن عشان عارف ان الجملة دي بتعبر عن ناس كتير قوي الايام دي. وحقيقي الاحساس ده صعب جدا، دي حالة ناس كتير عايشاها دلوقتي. الناس بتشوفهم بس محدش بيحس بيهم ولا كأنهم موجودين، بيتكلموا بس محدش بيسمعهم، بيبتسموا بس نفسهم يعيطوا ومش عارفين. قولي بجد، انت كويس ولا بتكرر الجملة وخلاص؟ لما تنام بتحس براحة ولا دماغك بتلف؟ لما بتصحى الصبح بتكون مبسوط ولا بتحس انك دخلت في فيلم جديد مليان توتر؟ لو حسيت انك مش قادر تجاوب ما تلومش نفسك، بس اسألها، انا كويس ولا بحاول ابين اني كويس عشان ما احسش بالانهيار؟ من هنا بيبدأ التغيير الحقيقي، واعتبر ان دي رسالة عشان تقعد مع نفسك وتفهمها وتشوف ايه اللي المفروض تعمله عشان توصل لاحساس انك تبقى كويس بجد. في دراسة عملها مركز هارفارد هيلث، قالوا ان 30% من اللي بيقولوا انا تمام بيكونوا بيواجهوا اعراض قلق مزمن من غير ما يعرفوا. والمشكلة الأكبر إنهم اتعلموا يخدروا الإشارة اللي بتيجي من جواهم. يعني الجسم يقول في حاجة غلط، العقل يقول له يا عم اسكت أنت فاهم حاجة؟ الجسم يقول أنا بنهار ومحدش حاسس بيا، العقل يقول له سيبك بقى من شغل العيال التوتو ده، اجمد كده يا معلم ورانا شغل كتير وديدلاين وبلاوي سودا. وتفضل كده لحد ما تصدق إنك جامد فعلا وإن مفيش زيك. وأي حد يطلب منك حاجة ويقول لك هتقدر تعملها ولا لأ، جنون العظمة يخليك ترد وتقول له إحنا جامدين أوي، وأنت ولا جامد ولا نيلة. انت بتكذب على نفسك وكل ده هيجي على دماغك في الاخر. اللي انت بتعمله ده اصعب من الالم نفسه، انت بتحول نفسك لروبوت شغال وبتنسى انك بني ادم محتاج تسمع نفسك قبل ما تسمع الناس. في النهاية انا مش جاي اقولك انك تعيط باستمرار ولا انك تنهار وتبين ضعفك قدام الناس، انا جاي اقولك اسأل نفسك، حس بيها واهتم بيها، لان لو نفسيتك تعبت انت اللي هتدفع الثمن، وده هيبان في ملامحك وجسمك وفي حياتك عموما. مش لازم تبقى بطل طول الوقت ولا محتاج تضحك دايما عشان تريح الناس، كل اللي انت محتاجه انك تكون صادق مع نفسك. ولو لقيت انك مش كويس يبقى دي اول خطوة حقيقية انك تبدأ تتغير وتراجع حساباتك وتغير حياتك للأحسن. انت محتاج توصل لإحساسك الداخلي وتعترف بيه، لأن الاعتراف بالمرض أول خطوة في العلاج.